يعني صوتك هو الحاجة الوحيدة اللي محدش هيقدر ياخدها منك إلا لو انت اللي بعته. شكلنا داخلين على انتخابات بريحة الزيت والسكر. أول ما الانتخابات بتيجي بنلاقي الشارع يتحول لسوبر ماركت أو جمعية استهلاكية. واحد بيوزع سكر وواحد زيت وواحد بيقولك اديني صوتك وهشوفك. أيوة بقى. يعني هنا السؤال، أنا صوتي ده بقى صدقة جارية ولا إيه؟ يا جماعة احنا محتاجين نعرف ان احنا صوتنا ده مش مجرد كلمة، ده مصير. يعني البلد بتتقدم وبتقف بخانة صغيرة في ورقة احنا بنعلم عليها. احنا نفسنا بلد تبقى الانتخابات فيها نظيفة، يعني اللي يكسب هو اللي يستاهل، مش لانها عندها فلوس كتير بتشيل بيها عربية سكر او زيت. التجاوزات حصلت والرئيس بنفسه اتكلم عليها وقال بنفسه ان اللي حصل ده مش تمام وفيه تجاوزات ولازم يتراجع او النتيجة تتلغي. يعني لما اعلى سلطة في البلد يشوف ان في تجاوز ويتكلم عنه، يبقى احنا كشعب لازم نقول احنا شايفين التجاوز ده. مثال في الشارع، في عربيات بتوزع كراتين مقابل الصوت بتاعك، وفي مرشح تاني بتلاقيه جايب عربية وبيلم الناس فيها كأنهم رايحين رحلة انتخابية، ومواطن غلبان تاني يقول لك يا عم ما ياخدوا الصوت، ما هو كده كده مش فارق. لكن في الحقيقة هو بيفرق وبيغير مستقبل دايرة كاملة. منتظر ايه من مرشح انت اخترته ادالك فلوس او ازازة زيت او كيس سكر؟ هيعاملك بايه لما يدخل مجلس؟ بلاستيك. للأسف مش شايفك مواطن، هو شايفك سلعة. احنا مش عايزين انتخابات مثالية، لكن احنا عايزين انتخابات بكرامة الناس وصوت الناس وإرادة الناس الحقيقية. ولو كل واحد فينا فهم ان في خانة صغيرة في ورقة لما بيختارها بتغير مستقبل كبير، يبقى ساعتها هنفوق وهنبدأ أول خطوة صح.